ليه اصلا في جبال بيضة وحمراء وسوداء؟ ربنا قال في سورة فاطر في الآية 27: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. كلمة جدد هي الطرق والمسارات، وكلمة غرابيب معناها شديدة السواد. الإعجاز العلمي في القرآن في الآية دي بالذات مش عشان خاطر أنا بقول لك إن في جبال لونها كده، لكن الإعجاز اللي هو بقول لك المواد اللي هيكون داخل فيها تكوين كل جبل من الجبال. فاللون الأحمر بينتج من المنجنيز، واللون الأسود بينتج من نتيجة الفحم اللي اتكون، وكذلك اللون الأبيض نتيجة التباشير أو حجر الجير. وربنا ربط كذلك كل ده بإخراج النبات من ماء واحد. النبات اللي احنا بنشوفه بأشكاله بألوانه كله ناتج من ماء واحد فقط، سبحان الله، زي ما الجبال دي بالظبط ناتجة من أساس واحد وهو الصهارة، وهي مادة متجانسة أصلها أصلا موجود في باطن الأرض. والصهارة الواحدة لما بقى تنبثق في مكان مختلف بتبدأ تكون لنا الأشكال المختلفة والمواد الكربونية المختلفة، وده اللي احنا بنشوفه في شكل الجبال المختلف ألوانه. ننتقل لسورة ياسين الآية 80. ربنا بيقول: الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. كلنا درسنا في المدرسة عملية التمثيل الضوئي اللي بتحصل لنبات عشان خاطر يطلع أكسجين ويمتص ثاني أكسيد الكربون، وطبعا المادة اللي هي بتساعده أصلا في عملية البناء الضوئي هي الكلوروفيل. استخدام كلمة الأخضر مع الشجر لأن المادة دي هي لونها أخضر، فربنا وصف بالظبط المادة اللي بتساهم في عملية البناء للشجر. طيب ازاي بقى هنطلع منه نار؟ خلال عملية النمو بتاعة النبات بيمتص الطاقة الشمسية، واللي بتحتوي على مواد مفيدة جدا اللي هي في الآخر بتكون الخشب، والمواد دي بتكون الكربون والهيدروجين والأكسجين. ونتيجة العوامل الطبيعية زي الضغط والحرارة بيتم تكوين بعد كده الفحم اللي احنا بنشوفه وعارفينه النهارده، وده اللي بنستخدمه كذلك في عملية إخراج الطاقة، وهي الوقود اللي بيستخدمه. ونختتم بالآية رقم 6 في سورة الزبر. ربنا بيقول فيها: خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3. طبعا احنا عارفين البويضة بتنشأ في أحد المبايض بتاع المرأة، وبعد ذلك بتنتقل لقناة فالوب، وبتفضل هناك شوية لحد ما يتم تلقيحها بحيوان منوي من الرجل، وبعد كده بيتم عملية التطور المبكر للجنين، وبيكون لنفسه بعد كده غلافين، اللي هو أول حاجة السوليه اللي دوت بيكون الطبقة اللي بتكون المشيمة بعد كده، والرهل اللي بيحيط بالجنين إحاطة مباشرة. وده بيفصلنا الثلاث ظلمات اللي ربنا ذكرهم في القرآن، وهي المبيض، قناة فالوب، والرحم. سبحان الله. طبعا احنا عرفنا دوت بعد ما بدأنا ان احنا نستكشف علم الثدييات، والكلام ده كله كان على ايام الرسول مش موجود، فسبحان الخالق المدبر. وبكده نكون اختتمنا الحلقة 9 من الإعجاز العلمي في رمضان، واللي جاوبنا فيها على السؤال